والحمد لله انتهت مباراة الهلال والنصر بنتيجة 4-1. الحمد لله انها عدت على قد كده، الحمد لله على الاربعة، وكويس النتيجة ما بقتش اكبر من كده. انا عمري في حياتي ما شفت مدرب ولاعيبه يبقوا طالعين من الشوط الاول في اخر دقيقه كسبانين 1-0 في نهائي، وينزلوا الشوط الثاني يخسروا 4 اهداف في 20 دقيقه. مش معقول. لا دي شخصيه لعيبه ولا دي شخصيه مدرب واقف على الخط. مش معقول يا جماعه. احنا من نهايه الموسم اللي فات وطول فتره الانتقالات الصيفيه واحنا قاعدين بنتكلم لويس كاسترو المفروض ما يكملش، لويس كاسترو المفروض ما يكملش، وناس تطلع لي تقول لي لا لازم ياخد فرصه. ادي الفرصه. المدرب الكبير بيبان في المواقف اللي زي دي. ده انت في نهائي وكسبان 1-0 في نهايه الشوط الاول، مش قادر تحافظ على النتيجه ومش قادر تنزل بشخصيه، مش قادر تغير من التكتيك بتاعك. مش معقول. النصر محتاج فريق كامل، محتاج فريق كامل من اول الدفاع ونص الملعب والهجوم. والاهم من ده كله المدير الفني اللي قاعد على الخط ده اقسم بالله انه ما موجود اصلا. هو مش موجود في المباراه. النصر دخل اوضه اللبس بين الشوطين ما طلعش يا جماعه، ما طلعش من اوضه اللبس. ما تقوليش اللي كان بيلعب ده النصر، ما تقوليش المدرب اللي كان واقف على الخط ده مدرب النصر. مش معقول. فريق الهلال رجع الشوط الثاني بشخصيته المعتاده، بشخصيه البطل اللي عنده فعلا روح قتاليه باينه من اول المدرب لحد اللعيبه. وللاسف المدرب ما اتكلمش مع لاعيبتنا بين الشوطين وهيئهم نفسيا حتى للتعادل. انت متخيل؟ ده اول ما الهلال تعادل معاك انت انهارت، ما قدرتش تقف على رجلك. معنى كده ان اللعيبه دي ما كانتش مهيئه نفسيا غير للفوز بالهدف اللي فنشوا بيه الشوط الاول. هم خلاص بالنسبه لهم المباراه كده انتهت، مفيش لعب تاني، هو الهدف ده وخلاص. ما عندهمش اي سيناريو ان ممكن الهلال يتعادل او يفوز او ان هم يرجعوا. خلاص الموضوع انتهى. حتى ده بان على رونالدو بعد الهدف الثالث للهلال، بدا يعمل كده اللي هو خلاص. في كابتن فريق وقائد يعمل لعيبته كده ان المباراه انتهت وانت لسه باقي عندك 20 دقيقه، انت كنت لاعب في الدقيقه 70 يا راجل. لا انا ما توقعتش كده من رونالدو خالص. انا ما توقعتش ان كريستيانو ينهار بالشكل ده. ولما كريستيانو ينهار يبقى لازم علي لجامي ينهار، يبقى لازم لابورت ينهار، يبقى لازم سلطان الغنامي ينهار، يبقى لازم تاليسكا ينهار، يبقى لازم ساديو ماني ينهار. اصلا ماني منهار من بدايه المباراه، ما كانش بيلعب معانا اساسا. حرق الدم فظيعه جدا. اقسم بالله الفريق ما يستحق النهارده لا تعادل وما يستحقش غير خساره، وخساره كبيره كمان. مبروك لكل جمهور الهلال. مليون مبروك. تستاهلوا، انتوا تستاهلوا الفوز، تستاهلوا الكاس. مليون مبروك. واحنا بقى كفريق النصر لازم نراجع نفسنا كويس. انت لسه هتبدا الموسم، لازم تبداه صح. معاك لسه 15 يوم تقدر تعمل فيهم انتقالات، تقدر تغير فيهم حاجات كتيره جدا قبل ما الموسم يبدا. احنا ما بنقولش نهد في الفريق عشان خساره. انت لسه قدامك موسم طويل جدا، عايزين نبداه صح. والغلط اللي تم النهارده نبني عليه الفتره اللي جايه ونحاول نصلح منه. بس ان احنا ندفن راسنا في التراب ونقول لا احنا كويسين وان احنا حلوين وان احنا زي الفل وانها مباراه وعدت، لا كده انت هتنهي الموسم زي الموسم اللي فات ويمكن اقل كمان. الموسم اللي فات انت كنت واخد بطوله عربيه. الموسم ده لو انت دفنت نفسك في التراب وعملت نفسك انك مش فاهم حاجه وان المباراه وخلاص وعدت ويلا ندعم الفريق وانتهينا على كده، لا احنا ندعم الفريق لكن ناخد خطوات ايجابيه نحو الاصلاح. لازم تصلح في الفريق ولازم من بدايه. انت لسه معاك 15 يوم. هات صفقات كويسه، هات صفقات في الدفاع يا عم، هات صفقات في نص الملعب. مش معقول لما انت بروزوفيتش ياخد طرد انت تضيع بالشكل ده. اللي ما يستحقش الخساره النهارده هو جمهور النصر. حرام جمهور النصر ده كله يطلع خسران بالشكل ده ويطلع زعلان بالشكل ده. هارد لك يا جمهور النصر، انما ما فيش هارد لك للعيبه دي ولا في هارد لك للمدرب الفاشل اللي قاعد على الخط اللي ملوش اي لازمه ده. لكن باذن الله معوضه باذن الله خير، وان شاء الله الموسم نبداه بدايه صح ونعوض الهزيمه الصعبه القاسيه اللي شفناها النهارده. شكرا لكم ونشوفكم في فيديوهات تانية باذن الله رب العالمين، ويا رب تكون افضل للنصر. سلام.